السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع وسام أبو علي. وسام أبو علي، الأهلي اليومين دولت عايش في موضوع، مثل بيتقال إن تطعموا وتكبروا وتعلموا وتدربوا وتطلع له باسبور وفي الآخر بيشتكيك. وسام أبو علي ما كانش عنده باسبور فلسطيني، اللي ساعده إن هو يطلع الباسبور الفلسطيني كان الأهلي. الاتحاد النهارده طالع يشتكي الاهلي او بيقدم طلب للاهلي رسمي ان وسام ابو علي بقى عليه ضغط كبير من الجمهور ومن الاعلام. الجمهور والاعلام هم اللي عملوا وسام ابو علي. وسام ابو علي ما كانش موجود اصلا في حساباتكم ك كاتحاد فلسطيني، ما كانش معروف، كان مجهول الهوية. اللي عمل وسام ابو علي كان الاهلي. اللي جاب وسام ابو علي وطلعوا له الباسبور فلسطيني كان الاهلي. اللي قدم وسام ابو علي للمنتخب الوطني الفلسطيني كان الاهلي. اللي عمل وسام ابو علي اعلاميا والجمهور هم دولت اللي عملوا وسام ابو علي. فالنهارده لما تيجي تتكلم على ان انت جاي تشتكي الاهلي، لا، هو الاهلي عمل وسام ابو علي. الاعلام المساعد للاهلي هو اللي عمل وسام ابو علي، وقدمه للمنتخب الفلسطيني وتألق مع المنتخب الفلسطيني. مش ده جزات الاهلي ان انت تطلع تطلب منه ان هو يهدي الاعلام. لا، انت المفروض تشكر الاهلي ان هو جاب لك مهاجم صريح وقوي. مش هنقول ان وسام ابو علي عفش ولا لعيب، لكن وسام ابو علي اختار الطريق الغلط مع الاهلي. وسام ابو علي اختار الطريق الغلط مع الاهلي. وسام ابو علي كان المفروض يبقى فيه عقلانية اكتر من كده. مش ان انت خلاص نجمك طلع وساطع يبقى معناها ان انت تدوس على اللي عمل وسام ابو علي او اللي طلع وسام ابو علي للصورة. وسام ابو علي ما كانش حد يعرفه في الوطن العربي، ولا حتى المنتخب الفلسطيني كان يعرفه. اللي عمل ده كله كان الاهلي. اللي جاب وسام وتعاقد معاه كان الاهلي. فاجازات كده ان انت تطلع بدل ما تقول ان انت بتشتكي الاهلي او بتقدم في طلب للاهلي انه يخف الضغط الاعلامي والجمهوري عن وسام، كان المفروض من باب اولى ان انت تشكر الاهلي عن ان هو جاب لك مهاجم صريح وقوي، خلاك في اخر النهائيات في اسيا. يعني ده المفروض اللي تعمله للاهلي. تعمل يعني ما يبقاش كده مع الاهلي الطريقه اللي طلع بيها الاتحاد الفلسطيني، مش نادي. الاتحاد الفلسطيني طلع بقرار زي ده صعبة شوية، يعني المفروض كان عمل اكتر من كده. وفي الاخر هو اختار طريق وباب غلط خالص ان هو يطلع من الاهلي. وما اظنش ان هو هيبقى محبوب في الاهلي بعد كده من اللي هو عمله. اتمنى دعمكم واتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو.